معلش يا باشا، انا اسف، انا يعني سببت لك احراج يعني. لا والله يا صاحبي، ده انا اللي زعلان عليك. خلاص بس بقى انت أنا- اللي بتعمل في نفسك كده. انت استنى مش صغير. انت مش صغير، انت لو رحت اشتغلت شغلانه تعرف تصرف على نفسك، انما هو البني ادم كرامه، وانت بتمحي كرامتك لما تروح تقول لواحد اديني. انت كده بتكسر بنفسك، انما انت لو رحت اشتغلت هتصرف على انا نفسك. بشتغل، بس انا الشغل اليومين دول مريح بس. لا يا صاحبي، اللي عايز يجيب الجنيه بيجيبه من اي حته. اللي عايز يجيب الجنيه، انما انت اللي بتعمل في نفسك كده. يعني لو حاجتي انا هديلك، لان احنا شبه بعض. تمام. بس هو كل واحد حر في حاجته، انت برضو اللي وصلت نفسك لكده. معلش يا باشا، انا اسف، انا سببت لك احراج. معلش. لا ومفيش اي حاجه، وانا لو مش معايا الصندوق انا هاخدك دلوقتي اجيب لك اكل، بس انا هديك حاجه بسيطه، بس هتجيب لي نفسك طبق كشري من على النص. مؤاخذة يا صاحبي. ولا يهمك يا باشا. ماشي يا صاحبي. طب انت اسمك ايه بس؟ انا اسمي كريم. طب بص يا كريم، بس عايز اقول لك حاجه قبل ما تمشي. انا اخوك احمد. بس عايز اقول لك على حاجه، بس ما تضايقش مني ولا تزعل. بص كده، انا لابس شنطه، بص كده.